ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم زي ما انتم شايفين كده الجلاش بحشوه الكنافه بطريقه ولا احلى ولا اروع من كده. اتمنى ان انتم تجربوها بطريقتي. شايفين بقى الجمال، شايفين جمال الكنافه، الجلاش عامل ازاي المحشي بالكنافه، هشه خفيف ما شاء الله عليه. اتمنى ان انتم تجربوه بقى بطريقتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ويلا ندخل على الطريقه والمقادير. شايفين بقى الجمال، في البداية زي ما اتعودنا ان انا هعمل الشربات بتاعي الاول. هحتاج بقى حلة فاضية كده زي ما انتم شايفين، هنزل بيها ايه الكوبايتين سكر. اول كوباية، تاني كوباية، هنزل عليهم بقى كوباية ونص مية. اول كوباية قد النص زي ما انتم شايفين كده. انا بقى احطه على البوتاجاز يبدأ معايا هو يتقل معايا. انا الجلاش زي ما انتم شايفين، زي ما انتم حابين وزي ما انتم عارفين ان انا بستخدم الجلاش بتاعي بارد، الشربات بتاعي بارد. فانا هبدأ الاوصل الاول بالجلاش. اول بس لما الشربات بتاعي يبدأ ان هو يتقل، هروح حاطه عليه زي ما انتم شايفين كده كيس فانيليا ونص عصرة ليمون. انا شربات الجلاش لازم يبقى بارد زي ما انا قلت لكم في بداية الفيديو، ولازم يبقى تقيل. ابدا بقى اعمل ايه الكنافه بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده الكنافه دي انا حطاها كده زي ما انتم شايفين في الفريزر، فتفتها زي ما انتم شايفين كده كويس اهو، زي ما انتم شايفين اهو. نحط بقى طاسه على البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده. حطيت الطاسه على البوتاجاز، هنزل ايه بالسمنه بتاعتي، معلقتين سمنه كده كبار زي ما انتم شايفين. شايفين بقى السمنه بتاعتي بدات ان هي تنزل. هنزل ايه بقى اهو زي ما انتم شايفين بالكنافه بتاعتي. اهم حاجه ان ايدي تفضل في الكنافه على اساس ان هي تاخد لون بسرعه. وزي ما انتم شايفين اهو لونها بدا يتغير شويه. اهو زي ما انتم شايفين كده اهو ده اللون اللي انا حباه. هرفعها بقى من على البوتاجاز ونشوف بقى بعدين نعمل ايه. زي ما انتم شايفين اهي الكنافه بتاعتي زي ما انتم شايفينها كده اهي. انا عندك اي بقسماط سوري اي مكسرات، المكسرات اختياري. فانا هنزل ايه السودان كان موجود عندي انا في مجموعه الكبه. هنزل بايه جوز الهند كده، اجيب معلقه عسل بقى. انتوا زي ما انتوا شايفين كده الحشوه بتاعتي بقت جاهزه. هنجيب بقى لفه الجلاش بحراره الغرفه. زي ما انتوا شايفين كده لفه الجلاش زي ما انتوا شايفينها اهي. لازم نخرج الجلاش من الفريزر قبلها بنص ساعه زي ما انا قلت لكم. بالراحه نلفها بقى كده شويه برضو اهي. انتوا شايفين انا جبت الصينيه زي ما انتوا شايفينها كده. هنزل بقى ايه هدهنها بس كده على لفه الجلاش. انا بثني الربع الاولاني زي ما انتوا شايفين كده عشان بس يبقى محمل معايا وانا بحط الحشوه بتاعتي. هنزل بايه بالحشوه كده
شايفين بقى ان الحشوه بتاعتي اتمسكت من معلقه العسل. ما عندكيش معلقه عسل ممكن تحطي ايه الشربات اللي انتي عاملاه تقيل اهو. لفي بروميها كده شايفين بقى. طب في الصينيه اجيب واحده كمان برضو اعمل معاكم. هنعمل نفس الحركه عادي اتقطعت منك تمام، نركنها كده على جنب. شايفين هنعملها بقى ما تقلقيش اهو. مفيش حاجة بنقف عليها. شايفين بقى اهي اللي اتقطعت اهي برضو هنتنيها برضو زي ما انتوا شايفين. نقرب بس الطبق كده الحشوة دي بجد خطيرة. اهم حاجة نوعية السمنة عندك تبقى حلوة عشان تقدري ان انتي تاكلي جلاش جميل. هعمل واحدة معاكم زي ما انتوا شايفين كده مكشكشة. شايفين بقى انا جبت اي خل عندك هنعمل نفس اللي انا عملته كده، بس هتندي عليها كده زي ما انتوا شايفين اهو. هروح بس كده جايبها كده اهو. شايفين ازاي اهو. شايفين بقى الكشكشه اهو زي ما انتوا شايفين كده. هبدا ان انا اقطعه التقطيع اللي انت حباه اهو. ادخله بقى الفرن يتحمر من تحت ومن فوق وهخرجه لكم بقى. ممكن ندهنه بقى ايه دهنه خفيفه كده بس سمنه وخلاص. بقى انا لسه مخرجه زي ما انتوا شايفينه كده من الفرن. هبدا ان انا انزل ايه بقى بالصوص عليه بالسيرم اهو. زي ما اتفقنا لازم السيرم ده يبقى بارد وتقيل هبدا زي ما انتوا شايفين كده ارصه بقى في الطبق بتاعتي. اتمنى ان انتوا تجربوها بطريقتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. دمتم في رعايه الله وامنه واستنوا فيديو جديد. شايفين بقى جمال الطبق عامل ازاي. شايفين بقى الجمال.